مني يصير ألملمهن وأقومن بيهن الدفة، عليل الفضل سويته من سنين، تنيمه براسك وبحجابك تلفه، والخفة اعتقد عندك ثقل تنقاس، وغيرك ثقل عنده وقمة بالخفة، وغيرك ثقل عنده وقمة بالخفة. الله ترى يعني هذا الوصف الله يسلمك، ترى رائع. يعني الله كل يسلمك. غير كلمة عن جد رائع. صح لسانك حبيبي، الله يسلمك، صاحب دمك يا ذهب. يعني شباب انتم عم تصدموني انا بالكم الله مشاهدين. يعني ما شاء الله صحيح شباب ولكن مواهب جدا رائعة. يحفظك ربنا. الواحد بيفتخر بوجوده معكم، وايضا انتم مش بس منورين البرنامج، منورين القناة بوجودكم. الله يسلمك، انتم منورين ما شاء الله. يعني انا ما اعرف والله شلون اشكركم على الاستضافة اول شيء، وعلى ترحابكم، وعلى هذا الاستقبال الراقي، وعلى ما يعني هواية شغلاتكم، سوالفكم كثيرة. تخبل. هسه حزعلك مني يا عمر، ترى عندي سؤال يعني يمكن لا ان شاء الله ما جريء. اكيد ان شاء الله مش حد غير فكرتك نهائيا. ابدا. طيب سؤالي راح يكون ولكن من بعد ما اشوف السؤال. اوكي بعد نصر ماشي. يلا نصر اكو سؤال موجود. هل جربت تغني مقام عراقي؟ مقام عراقي يعني قليل، خلينا نحكي. نصر انا اتصور يعني ما اقطع كلامه الا بالخير، الله يسعدك. هو الرجال هاوي وهوايته جديدة، ولكن صوته ترف، وعنده عزف حلو كثير ما شاء الله. اليوم سمعناه على العود، فإمكانيته يعني خلفيته العربية بسيطة يعني متواضعة، ولكن هو أكثر شيء يعني متأثر بالفن الخليجي أكثر شيء، فتشوف إمكانيته الخليجي أكثر تكون أفضل من العراقي. بس من اليوم راح نستلم ملفه زين ان شاء الله، نحاول على العراقي. لا لازم ترى ان شاء الله. ويانا اتصال، طبعا اتصال انقذك يا عمر. يلا ما راح يخلص. ويانا الشيخ فيصل. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا شيخ فيصل. الو السلام عليكم. وعليكم تفضل عيني. وعليكم السلام. شلونك اخي؟ هلا عيني تفضل، حياك الله. تفضل يا شيخ فيصل، تفضل شارك ويانا. اقدر اتعاطى مع الشاعر؟ اكيد تفضل. اقول له لا تقلني منهم مثل مقلب كتاب المواجع ما شفت اسمك دليل. استاذ فيصل قبل ما تبلش بدي اياك بس تبتعد شوي عن التلفزيون عشان نسمعك صوت تمام، بس تبتعد شوي عن التلفزيون. لا تقلني منهم مثل مقلب كتاب المواجع ما شفت اسمك دليل. خلي احنا ميزان الجروح وهو يحكم ياهو اكثرها بيشيل. خلي كل جروحك انت وخلي كل معدن ثقيل، او راح تخلي بشفة الميزان جرح وشوف يا شفة تميل. انا جرح تقول ستة وشبيه وشوف جرح قد طويل. انا يعقوب من بقى يلوح عليه وشف او طاح شوفه واذا من عين اليسيل. انا ايوب او كثرة جفومه وجروحه وما شكيت على الوقت صبرا جميل. بعد يمشي شبيك صافن بين عليك التعب وانت ما شميل. تريد بعد احكي وزيدك خاف اطول والحكي ترس الشميل. انت بارد من ثلج قمت تتلوث ظني مشهور نار ويل. وانا جرح البيت تمشي خضر جروحه عليك لو صار عزه المستحيل. ان كان ليلك روح يقضي ليلي المبارك عليك. انت ليلك خوش ليل، انا كل ساعاتي نوح امقالب ويلموت روحي وما راح افضل بي حيل. ساعة من الليل بروح تموت سكتة وساعة عملت الموت مني عدها حيل. وانت جايب كل سهولة بذل مالي كل مثيل. وتحياتي لك وللشاعر وللمطرب اللي غنى اغنية عبد الله رويشي اللي خبره. مشكور قلبي. قناة البابلية ورحمة الله عليكم. شكرا صح لسانك يا عيني. صح لسانك. شكرا. طبعا بس خليني اعطي معلومة صغيرة. يعني خلال بس فترة تجربتي داخل قناة البابلية وايضا في برنامج تواصل مع بشار وملاذ، المواهب الموجودة داخل العراق يعني فعلا صدقت لما قلت انه 2 ببرنامج ذا فويس حرام. لازم يكونوا اقل شيء 90%. اكيد والله. يعني احنا يعني خلال بس ساعة نستقبل تقريبا من 25 ل 30 ل 40 اتصال فقط مواهب، من شعر من غناء من طرب من فن
الفن الأصيل موجود داخل العراق. لسه ما سمعت شيء يعني. هذه الاتصالات الناس في اكو ما شاء الله يعني حدث ولا حرج موجودين عندنا، بس بعيدين عن الإعلام. والمشكلة الإعلام ما مسلط الضوء عليهم. مضبوط. ولا عندنا أصوات تجنن يعني، وعندنا قامات من الفن العراقي من الأصوات الحناجر هاي الذهبية، ولكن بعيدين عن الإعلام. وأنت تعرف وضع العراق وتعرف الوضع الأمني وكذا، هذا شوية هم يبعدهم يعني عن الإعلام. الظروف يعني الظروف ما تساعد. أكيد هذا الشيء يبعدهم. بس أنا قربتك للسؤال من خلال الموضوع التالي. يا الله. منو من الفنانين تحب فعلا أنك تشارك وياه بأبيات من الشعر أو من كلامك؟ يعني تريد يغني لي يعني قصدك مثلا؟ انت مثلا بتحس انه هاي الابيات او هذه الكلمات لهذا الفنان او لهذه الفنانين؟ والله الفنانين يعني ما شاء الله الساحه العراقيه مليئه بالفنانين الكبار والفنانين الرائعين. بس تقول لي اذا يعني طموحي مثلا، مو طموحي وانما احلامي حتى اكون اكثر صدق، كاظم الساهر. كاظم الساهر اذا غني لك كلمات يعني فد شيء يعني أكيد. فعلا تستعز بيها، فعلا تحسها انه يعني تحس انه خلاص يعني بعد كاظم الساهر يعني هو ما شاء الله. طب خلينا نقول قبل كاظم الساهر منو؟ والله الفنانين ما شاء الله قلت لك انا خير من الله ما اريد اذكر اسماء، بس كاظم الساهر اذا تذكره او ما تذكره فمساله طبيعيه. بس الفنانين هواي، وان شاء الله اكو تعاملات واكو ان شاء الله قريبا جدا اكو اعمال جديده واكو شغلات. مع احترامي الشديد جدا يعني الفنان كاظم الساهر هو انا احبه يعني، بس انا احكي لك على الصعيد الفني موجود ان شاء الله، واكو تعاملات وراح تسمعونها، وان شاء الله راح نهديكم نسخه البابليه والبرنامجكم حصريا ان شاء الله. اكو اعمال جديده ما اريد اصرح عنها واحكي عنها الا تكمل باذن الله. احنا حنكون وياك 24 ساعه ويوم ورا يوم، اسبوع ورا اسبوع ان شاء الله، وجديد بجديد يا عمر. منكم ما تقصروا ان شاء الله. هو هذا السؤال كنت خايف تسألني عليه. أنا هذا السؤال أنا نوعا ما عادي. كل الشعراء من كبار الشعراء اللي بالعراق اللي يكتبون النص الغنائي ويكتبون القصيدة يتمنون كاظم الساهر يغني لهم. كاظم الساهر قالها أحد الفنانين فد يوم على اللقاءات، قال كاظم الساهر جوازنا اللي نعبر به على الدول. زين كاظم الساهر أكيد. وبما أنه قاعدين نحكي عن كاظم الساهر، أكو اتصال من الموصل معنا حسن. ألو يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ تحياتي لك وتحياتي للشعراء الكرام. هلا بيك يا حسن. سهلا شكرا. شكرا عليك يا رفقتي. حبيبنا مليون هلا. حسن بالموصل. حسن حبيبي مليون هلا بالموصل وبيك حبيبي. تفضل يا صديقي حسن. الله يحفظك ويسلمك يا ذهب. أستاذ عمر مشتاقين صوتك الحلو. الله يسلمك، أنا مشتاق أيضا لكم ومشتاق وأشكر اتصالك لأنك اتصلت من الموصل وذكرتني بحبايبي وأهلي وناسي وأصدقائي. حسن شو حاب تسمع من شاعرنا الرائع عمر؟ الله يسلمك. أنا يا حسن حاب اسمع منه شعر على شباب الموصل يعني ايام زمان. ان شاء الله بعيني من عيوني ان شاء الله حبيبي. احنا قاعدين نبعد عن الموصل شوي عشان ما نحزنش شوي ان شاء الله شوي نفرحوا. القناه البازليه وكل شريط يطلع على القناه. شكرا ان شاء الله حبيبي. ان شاء الله حسن. ممنونة من اتصالك حبيبي، ممنون على اتصالك. اشكرك. اكيد مشكور اتصالك. يعني شوف عمر قد ما تهربنا راح نرجع. شو نسوي؟ هو هذا الاصل. ما يعني راح نرجع. قديش انا عم بحاول نهرب بس لازم اكو اتصال برجع. اكيد عشان تريحها ومو تريح. لا انا انت هم يرجعونا وانا ابتعد ما مشكله. ابعدكم لان انتم هاي الاجواء لازم تكون واحد يعني حتى نعطيكم حقكم، نعطي المشاهد هم حقه. ما يصير نظل غزل حزن وكذا وما ادري شو. نقرا لكم غزل. راح اقرا لك الزهيري، بيت الزهيري غزل يقول: شفاف جلدك لأن جو الجلد دم أره، الله، ودمك يبين عسل ما كان نبت دمره. من نجا الحنظل اجا حسنك قبل دمره، وعيوني من شافتك علخد قبل بسطن، وهموم وجفوف عينك اجا خد العقل بسطن. حبك بوسط القلب ما بي ثقل، بس طنطن ووقع القلب. يعني القلب دمر.
طنه وقع القلب، يعني القلب دمر. شكرا لكم. الله يا عمر. الله يسلمك حبيبي. ويانا اتصال من صديقنا الشاعر صهيب. والالو الحبش. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا صهيب. مساء الخير عليك حبيبي. مساء الورد الرائع الراقي الحساس. مشكور على ضيوفك الشاعر المبدع اخوي عمر الغريب. حبيبي صهيب حبيبي شلونك؟ الفنان الترف نصر العجل، شلونكم احبائي؟ منورين اليوم. الله يسلمك. شوف سرعه اشتاقت لي قبل شويه، عفتك بالبيت وجيت. عمر حبيبي انا كل لحظه اشتاق لك. حبيبي صهيب حبيبي. شلونكم اليوم؟ منورين والبرنامج جدا حلو، شكلكم حلو، الله يحييك، اشعاركم حلوه، الله يسلمك حلو حبيبنا يعني صهيب. خلينا نستغل اتصالك ونريد نسمع اخر شيء كتبته. زين نريد نسمع من عندك صهيب، شاعرنا شاعر من الشعراء العراقيين. عمور الله يا صهيب بدنا نستغلك معناته يا صهيب بهالاتصال حبيبي. الوقت كله لك. كلش والله العظيم بالقراءات وبصوت اخويا نصر الحلو بقراءتك. الله يسلمك. بس لازم تقرا لنا فد شيء، الناس هم اكيد مشتاقين لك حبيبي. تسلم لي. انا قبل ما اقرا اريد اسمع منك ابو ذيات. اليوم ما سمعنا ابو ذيات يعني. الله يسلمك. نسمع. وراح اقرا لك. اوكي راح اقرا لك ومضه. اي شخص امريكي عيب نقول له مو زين، على امريكي ابد ما برز قوته، عراق استلم منصب ورا اسبوعين اشتغل دق اعتقالات باخوته. الله يسلمك يا غالي، وانا اسف جدا اخذت من وقتكم. احسنت حبيبي صهيب، الوقت كله حبيبي وتحياتي لك. منورين. مشكور يا شاعرنا الرائع صهيب. حبيبي شكرا غالي. يلا في امان الله. مشكور يا قلبي. شكرا صهيب. يعني عمر يا ما شاء الله عجبين موجودين وين ما كان. الله يسلمك. اصدقائي واخوتي ان شاء الله الكبار والصغار اكيد والله، وهذا رزق من رب العالمين وهاي الحفاوه وهذا يعني هذا الحب. اني ما اعرف يعني ماكو فد شيء اقدر مثلا اقابلهم بالشكر على هاي المحبه. الناس تشوف تتصل من السعوديه، الناس احبائنا واخواننا واصدقائنا بكل مكان، اوجه لهم كلهم تحيه وفد سعاده تغمرني غرقان بها. انا سعاده محبتهم وسعاده التواصل وياي، ويعني اشكرهم كلهم. طب انا عندي سؤال موحد لكم. طيب تفضل. يعني ان كان شعر وان كان غناء هو يعني مجال الفن، هل هذا بيبعدك عن حياتك الخاصة وعلاقاتك بين الأصدقاء؟ طيب شو رأيك نبلش بعمر؟ يلا نبلش بيا ماشي. هو الحقيقة يعني هذا احنا يعني احكي لك انه قبل ماخذينها يعني ماخذين الشعر هواية،